والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد. وسيلة جديدة وغاية من الغايات التي توصل العبد إلى رضا رب الأرض والسماوات. في هذه السلسلة الطيبة المباركة أسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. سلام. ووصينا الإنسان إيه؟ بوالديه. الوالد والوالدة، الأب والأم. وصية فقط؟ يعني ربنا وصى الإنسان فقط؟ لا، اسمع الأجمل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا سلام. عارف، عيش كده مع الآية: وقضى ربك، قضاء أمر، ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد. شفت قرن إيه بعد التوحيد؟ وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عدم الإشراك بالله. اسمع: وبالوالدين إحسانا. هو إيه الموضوع؟ قضاء، توحيد، ثم طاعة والدين أو بر والدين، ثم عدم الشرك بالله، وقرن بعدم الشرك بالله طاعة الوالدين. هو طاعة الوالدين مهمة أوي كده؟ جدا جدا جدا. باب من أبواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أي رغم أنف عبد 3 مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه ولم يدخل الجنة. يعني خاب وخسر اللي أدرك والديه، أحدهما أو كلاهما، وما يكونوش سبب في دخوله إيه؟ الجنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قارن التوحيد بطاعة الوالدين. بعد التوحيد مباشرة بيوصيك بإيه؟ بطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. اسمع: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أيا كان بقى، الأب عايش والأم متوفية، أو الأم عايشة والأب متوفي، أحدهما أو الاثنين عايشين، فلا تقل لهما أف. كلمة إيه؟ أف بس. ولا تنهرهما. النهر إن أنت تنهرهم صوت عالي، إن أنت صوتك يعلى، إن أنت تتخلق على والدك أو والدتك، إن أنت تتعامل معاهم أكنهم شغالين عندك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يعني تعامل معهم إيه؟ أسلوب جميل كده، أسلوب راقي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. القرآن توقف ده حتى بر كمان بعد الممات. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ما هو الإنسان لو عايز يعرف هو كان بار ولا عاق لوالديه بعد الممات، لو نسي والده في الدعاء والصدقات وإنه يزور الأقارب اللي كان والده بيحبهم، يبقى ده كان ابن عاق. أما لو بعد الوفاة ظل متذكر الوالد والوالدة في الدعاء دايما، ودايما بيخرج لهم الصدقات، لأن أفضل شيء، أفضل حاجة بتوصل للميت الدعوة ثم الصدقة الجارية. ومن باب بر الوالدين والوفاء للوالدين ان انت تزور الناس اللي كان والدك او والدتك بيحبهم، ده من ضمن الوفاء للوالدين. انت بتاخد اجر، والاجر بيروح لمين؟ ليهم في القبر. ما خلي بالك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صحيفتك ما بتتقفلش بعد موتك، تفضل شغاله. صدقه جاريه، لو انت سايب صدقه جاريه، حاطط فلوس في مسجد، في دار ايتام، في اي مشروع خيري، طول ما المشروع ده قائم وبيت الملك قائم او المسجد يعني، انت صدقه جاريه عمالك تيجي لك اجرها فين؟ وانت في القبر. صدقه جاريه او علم ينتفع الناس به، تركت علم او علمت اي حد في حياتك، مش شرط تكون داعيه. ابنك لو انت علمته، ابنك هيعلم ابنه، وابنه هيعلم ابنه، كل ده في ميزان مين؟ حسناتك. او ولد صالح يدعو له، انت بقى تارك ابنه صالح عمال ايه؟ يدعي لك. الابن البر دايما بيدعي لوالديه، ما بينساهمش ابدا. حتى العبد في القبر كل يوم يرتقي درجة، كل يوم يرتقي درجة، يقول يا رب بأي عمل، ايه العمل اللي انا تركته في الدنيا كل يوم بيعليني ايه؟ درجة. الله تبارك وتعالى يقول للعبد بدعاء ولدك الصالح لك، انت تارك ابني ايه؟ صالح، عمال ايه؟ يدعي لك، انت كل يوم ايه؟ بترتقي درجة، بتعلى درجة، تعلى درجة. فالابن الصالح حاجة جميلة. وطبعا الصالح ده مش هيطلع إلا بمساندتك، إن أنت تربيه من الصغر على الكتاب وعلى السنة. فنخلي بالنا، باب مهم جدا من أبواب الجنة، وباب مهم جدا يقربك إلى الله، بل يجعلك من أهل الجنة. عايز تضمن دخول الجنة بطاعة الملك، التوحيد وبر الوالدين. خلي بالك كل أعمال العبد متوقفة على البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أصناف لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا، أي لا فريضة ولا نافلة. مين هم؟ العاق لوالديه، والمنان، والمكذب للقدر. الثلاثة دول ما بيتقبلش منهم لا صرفا ولا عدلا، يعني ايه؟ لا فريضة ولا نافلة. العاق لوالديه ما بيتقبلش منه أي عمل. يبقى بر الوالدين أو طاعة الوالدين تكون سبب في دخولك الجنة. ابن عباس يقول: 3 آيات قرنت بعضها بعضا فلا يقبل واحدة دون الأخرى. أول آية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل منه، يعني ما يتقبلش منه ايه؟ أي عمل. الآية الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلن يقبل ايه؟ منه. الآية الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل منه. يعني اللي ما بيطاعش والديه بجانب طاعة الملك مش هيتقبل منه أي ايه؟ عمل. يبقى باب بر الوالدين من أهم الأبواب اللي يؤدي إلى الجنة وينجيك من عذاب الله يوم القيامة. فأي واحد
عنده تقصير خصوصا في رمضان مع والديه يجري ويصالح أبوه وأمه، لو زعلانين منه يرضيهم، لو هم ميتين ما ينساهمش بالدعاء. الدعاء تقرب إلى الله بالدعاء، صدقة جارية. طلع كده أي مبلغ، يا رب دي صدقة جارية على روح والدي، أو صدقة جارية على روح والدتي، أجمل شيء في الدنيا. وخلي بالك الموضوع كما تدين تدان، هتدعي لهم ربنا هيخلف من أولادك من يدعو لك، فأنت زي ما هتدعي لهم ولادك هيدعوا لك.